الزمالك والاهلي وخطأ عبد الرؤوف في اول الماتش حاول يصححه. بس للاسف هو ما عندوش ادوات يصلح بيها. يعني هو دايما يبص على الدكة حواليه ما بيلاقيش حد. لما جه حتى يغير ابتدى يغير لعيبة غريبة، يعني احمد الشريف كان الماتش اللي فات سيء ونزل الماتش ده ما كانش موجود، لدرجة ان هو بدأ الماتش بسيف جعفر. طب هل احمد ربيع مصاب؟ لو احمد ربيع مصاب خلاص هو مضطر يلعب سيف او كان يلعب مكان احمد حمدي. اول خطأ من عبد الرؤوف كان اشراك سيف جعفر. هو حاول يصلح الكلام ده في الدقيقة 40، بس حتى لما صلح الدقيقة 43 الأهلي جاب جون، لأن الأهلي من أول 20 دقيقة هو ضاغط على الزمالك ضغط عالي. الزمالك مش عارف يطلع بالكورة لحد الدقيقة 20. ضغط الأهلي قل شوية، شحاتة اتجرأ ابتدى يمسك كورة، حتى لو كان بيغامر إنما هو ابتدى يمسك كورة عشان يحاول يطلع فريق الزمالك لقدام. مجرد ما الزمالك ابتدى يمسك كورة، الزمالك اتعمل عليه واحدة من زيزو البن شرقي جون في الدقيقة 43. طيب نيجي للبداية. انت يا احمد يا رؤوف لما نزلت الفرقة في كذا مركز انت بادئهم غلط. يعني هو لعب بشيكوبانزا وينج رايت وناصر ماهر وينج ليفت. شيكوبانزا انت كده كده فاقده، هو مش موجود. هو اخره بياخد كورة زي الهجمة اللي عملها وراح حطها في الشبكة من بره. رقص ثلاثة، اخدهم من نص الملعب بسبرنت، بس لما راح قدام الجون التصرف عنده صفر، ما بيعرفش يتصرف. جه في الدقيقة 40 قبل الجون بدقيقتين نقل شيكوبانزا وينج ليفت، ولعب بسيف جعفر اللي ما كانش موجود وينج رايت، ودخل ناصر ماهر في مكانه في مركز 10، وبقى عنده شحاتة وعبد الله السعيد بيلعبوا في نص الملعب. ابتدى شكل الزمالك يتحسن، بس اول ما الزمالك ابتدى شكله يتحسن ده هنا بقى ظروف الماتش يجي في جون في الدقيقة تقريبا 43. الجون ده جه نتيجة لخطأ من تمركز محمد اسماعيل اللي كان واضح عليه ان هو مصاب وطلب التغيير، بس الراجل ما عندوش بره غير حسام عبد المجيد، فنزل بحسام عبد المجيد. نزول حسام عبد المجيد خلى الزمالك عنده مشكلة في الطلوع بالكرة من تحت. الأهلي كان المفروض بعد التغييرة دي كان يضغط على الزمالك، بس الأهلي ما ضغطش، رجع ادى فرصة إن الزمالك يمسك كورة ويلعب على المرتدات. الشوط التاني أحمد عبد الرؤوف حاول يلم نفسه وحاول يصلح الأخطاء، بس الإصابات كانت دايما سبب في تغييراته. يعني طلع محمد إسماعيل للإصابة، طبعا دي خسارة في دفاع الزمالك إن محمد إسماعيل يخرج. نزل ألفينة مكان عمرو ناصر، ونزل سيف الجزيري مكان سيف جعفر اللي ما كانش موجود كالعادة. ابتدى الزمالك يمسك كورة، ابتدى يهاجم بس بدون خطورة. في الدقيقة 70 كورة للزمالك اوفر، يروح شيكوبانزا يزق محمد هاني جوه منطقة الجزاء. الحكم حتى مرجعش للفار. طب يا سيدي ارجع للفار شوف اذا جت ضربة جزاء ولا لا. يعني ايد هاني واضحة ان هي زق شيكوبانزا. طبعا شيكوبانزا من اللعيبة اللي بتمثل، فانا اول ما شفت الكورة قلت شيكوبانزا بيمثل. في الاعادة لا، في دفع من محمد هاني. طيب ما حسبهاش ليه الفار؟ ما ندلوش ليه؟ مش موضوعنا. بترد الكورة دي بيقول لي الاهلي. طاهر بياخد الكورة، حسام عبد المجيد فضل يحضن عليه، ما منعوش حتى ان هو يعمل الاوفر مع ان هو عارف ان ظهره فاضي. جات لي مروان عطية حطها جون، عواد بيطلعها بالبوكس دخلها في جون. الناحية التانية تروب بيطلع تريزيجيه المصاب، ونزل بين رمضان في نص الملعب عشان يتحكم في وسط الملعب ويمنع خطورة الزمالك اللي هي اصلا ما كانتش موجودة قوي. بعد كده بيجي فاول للزمالك بيحطها سيف الجزيري، على حظه الاسود الكرة تيجي في ايده وتدخل جون، بس هي طالعة من دماغه لايده اهي، مش عارفين الحكام هيقولوا فيها ايه. طيب بس انا شايفها هاندبول طبعا، لان في الاخر الكرة كانت في اتجاه للجون وايده اكيد غيرت مسار الكرة، هي ما غيرتهاش ولكن الحكم قدرها ان هي غيرت مسار الكرة وبالتالي الكرة اتحسبت هاندبول. بعد الجون ده ما اتلغى ابتدى لعيبة الزمالك يجيلها احباط، حسوا ان ظروف الماتش مش خدماهم، ولا من اصابات ولا من فرص بتيجي. يعني الكرة غلطة من الشناوي غريبة تيجي على دماغ الجزيري، الجزيري يحطها جون فتيجي في ايده والجون يتلغي. بعد كده تروب ابتدى ينزل بيكام عشان يلعب بتلاتة ورا ويقفل الملعب على الزمالك اكتر، وكان الزمالك خلاص ابتدى يستسلم. بعد حتى ما طلع عبد الله السعيد ونزل احمد حمدي عشان يحاول ينشط، لان عبد الله السعيد بدنيا ما كانش قادر يكمل الماتش لانه جري كتير، ودي
من اخطاء احمد عبد الرؤوف اللي برضه مجبر عليها، لان هو لعب سيف جعفر في اول الماتش، وده تطلب من عبد الله السعيد انه يروح ويرجع كتير، لان هو شايف ان اللعيب اللي وراه لعيب فاضي مش هيعرف يسد مكانه. فكان عبد الله السعيد بيرد كتير. حتى الجون التاني للاهلي عبد الله السعيد ما قدرش يجري يحصل مروان عطية، يعني المفروض ان عبد الله راجع مع مروان. طبعا مروان اسرع، مروان نفسه اجهز، فسبق عبد الله وحطها جون. بعد خروج عبد الله ونزول حمدي الحال هو الزمالك ما اتغيرش قوي، فضل الماتش مفيش فيه فرص لحد ما الماتش انتهى. طيب الماتش خلص، بعد الماتش هل عبد الرؤوف يتلم؟ اكيد لا. مدرب لسه ملحقش اصلا يسيطر على الفريق، لسه ماسك الفريق بقاله ماتشين، كتر خيره لعب ماتش بيراميدز، طلع من ماتش بيراميدز عنده 3 اصابات، غير ان هو رايح من غير دونجا اللي هو بيعتمد عليه بشكل اساسي، غير الاصابات اللي حصلت قبل الماتش. وبالتالي احمد عبد الرؤوف ما يتلمش. اللي بعد كده انا شايف ان الزمالك ما يجيبش مدرب اجنبي، بنجيب مدربين فشلة كلهم صف تاني بيروحوا يرفعوا علينا قضايا يوقفوا لنا القيد. وبالتالي احمد عبد الرؤوف احسن من اي مدرب انت جبته. مش هتجيب جوميز ما تجيبش. في الاخر مبروك للاهلي، عرف يكسب الماتش بغض النظر عن الاداء. طبعا اللي اتفرج على ماتش بيراميدز وسيراميكا اتفرج على ماتش فيه كوره. ماتش الاهلي والزمالك ما كانش فيه كوره خالص، ولا من الاهلي ولا من الزمالك. وبالتالي احنا بنتفرج على كوره ماشيه حالك، وربنا يعيننا على الكوره اللي احنا بنتفرج عليها، وربنا يعين جمهور الزمالك على اللي بيشوفه من الاداره.